يا صباح الجمال، صباح الخير. هنعمل عجة فطار او ممكن تنفع عشاء. خفيفة جدا وبسيطة وسهلة قوي وهشة جميلة جدا من جوه. جربوها هتعيدوها بدل مرة 100 مرة. وقبل ما نبدأ كده، انا اسمي هند. لو عجبتكم القناة شير ولايك. هنجيب 4 حبات بطاطس او على حسب الكمية اللي انت هتعمليها. هنقشرهم ونقطعهم مكعبات بالشكل ده. طبعا هنغسلهم كويس. انا بحب اقطعها قبل ما اسلقها، ما بتاخدش وقت خالص في السليق، وفي 5 دقايق بالظبط بتتسلق كويسه جدا. هنجيب حله فيها ميه بالشكل ده ونحط البطاطس فيها تتسلق بدون ما نضيف لا خل ولا ملح ولا اي حاجه. خلاص البطاطس استوت، بنعرفها عن طريق شوكه. نحط شوكه فيها بتلاقيها مستويه بالمنظر ده. نطلعها بقى ونصفيها بمصفى عندنا في طبق كبير عشان نعرف نهرسها كويس. كمية البطاطس دي محتاجة بيضتين ومعلقة كركم ومعلقة ملح عشان يدوا طعم جميل قوي العجة ونكهة حلوة جدا. هنضيفهم كده مع بعض زي ما هنشوف. هنضيف كمان معلقة فلفل اسود. اهم حاجة ان احنا نتأكد ان المكونات اندمجت جامد جدا مع بعض بحيث كلها اصبحت يخنة واحدة. هنجيب بقى طاسة فيها زيت على النار ونبدأ بالمعلقة ناخد كده. يبقى شكلها ما بيبقاش منتظم قوي اول ما تحط، بس هي بتلم على بعضها. ولما بتحمر بيبقى لونها اصفر ذهبي جميل جدا. بنحمرها بالشكل ده وبنطلعها بنصفيها كويس. وبألف هنا وشفا. وجبة خفيفة جميلة وطعمها لذيذ جدا جدا. ما تنسوش اللايك والشير يا حلوين، والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد.